السلام عليكم. اكتر سؤال محير في السفر لانجلترا هو انا لما اجي اشتغل هشتغل في تريننج جوب ولا سيرفيس جوب، وايه الفرق بين التريننج جوب والسيرفيس جوب؟ خليني ببساطه شديده اجاوب لك على الفرق بين الاثنين. مبدئيا كده لازم تكون عارف ان اي حد اتخرج من الكليه او الهدف الاساسي بتاعه ان هو ياخد التدريب في التخصص اللي هو عاوزه عشان يخلصه ويبقى كونسلتنت، سواء كان الموضوع ده بيتم عن طريق النيابه زي ما موجود في مصر، وبعد كده لو انت هتكمل في الجامعه عشان تاخد الدكتوراه وتبقى كونسلتنت، او عن طريق ان انت تكمل في الصحه وتاخد السنين بتاعتك وبعد كده تبقى استشاري. طيب خلينا بس فاهمين كده ان الوضع في انجلترا مختلف شويه. ليه؟ لان انت عشان تبقى استشاري في انجلترا فانت محتاج تخش التريننج بروجرام بتاعهم، ليه سنين عدد معينه ومعروفه وليه اهداف او كوريكولم محدد وواضح. لما بتخلص السنين دي وبتخلص الكوريكولم ده والاهداف دي، في الاخر بتاخد شهاده اسمها Certification of Completion of Training او الاسم الدارج ليها CCT، وده معناها انك انت خلصت التريننج بروجرام بتاع انجلترا وانت شخص مؤهل ان انت تشتغل ككونسلتنت في UK في التخصص اللي انت خلصته. ده ببساطه شديده هو الوظائف التدريبيه. المفروض ان اي حد خلص دراسه في ميديكال سكول بتاعته سواء كان في مصر او في انجلترا، الهدف بتاعه ان هو يجوين التريننج بروجرام ده. والجويننج بتاع التريننج بروجرام ده للاسف بيكون كومبيتيتيف وانت محتاج تحضر له حاجات كتير، وده يبقى لها فيديو منفصل تماما ازاي نقدم على التريننج جوب وازاي نستعد ليها. بس السؤال الاهم، انا دلوقتي المفروض اقدم على تريننج ولا اقدم على سيرفيس؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده اسمح لي اقول لك ايه الفرق بين الاثنين من حيث المميزات. طيب الوظائف التدريبيه اتكلمنا ان هي بتبقى جزء من النظام التدريبي اللي مسؤول عن تخريج الكونسلتنت. اول حاجه واول ميزه فيها هو ان انت بيكون لك مشرف مسؤول عنك. المشرف ده اسمه educational supervisor، ده مسؤول ان هو يتابعك ويشوف البروجريس بتاعك كل مره ويساعدك لو في اي مشكله عندك. ثانيا بيبقى في حاجه اسمها الكوريكولم، والكوريكولم ده بيبقى لينكد بالاي بورتفوليو بتاعك. انت عندك اول ما تدخل التريننج بتفتح لك حاجه خاصه بيك انت، التريننج نمبر بتاعك بيبقى اسمه الاي بورتفوليو. الاي بورتفوليو ده عليه كوريكولم، عليه اهداف، عليه دومينز. المفروض ان انت تغطي كل الدومينز ده على مسار التدريب بتاعك او سنين التدريب بتاعك. مش بس كده، انت كمان بيكون عندك فند، مبلغ معين. المبلغ المعين ده بيسمح لك انك انت تحضر الكورسات والكونفرنسز، الحاجات كلها اللي انت المفروض تساعد انك انت تبروجريس في الكارير بتاعك. في نفس الوقت بتاخد كل سنه حاجه اسمها ARCB او تقييم، او دي متابعه تطورك او البروجريشن بتاعك خلال التريننج عشان نتاكد ان انت ماشي على المسار المظبوط وانك انت مش بتواجه اي صعوبات. بتخلص كل الحاجات دي كلها، في الاخر بتنتهي انك انت بتبقى كونسلتنت في UK. طيب ده بالنسبه للتريننج او الوظائف التدريبيه. طب السيرفيس جوب، تعالى كده بقى نشرح لك مثال بسيط جدا. ولنقل مثلا انك انت جيت قدمت على تريننج واتقبلت. التريننج ده بيتوزع عن طريق حاجه اسمها الدينري. الدينري ده انا هسهلها لك ببساطه واقول لك ان ده هو نظام المديريات. يعني التريننج مش بيتم في مستشفيات الجامعه، ولكن التريننج ده بيتم عن طريق المديريات او الدينرز. الدينرز دي بتغطي مجموعه من المستشفيات. تعال نضرب مثال ونقول مثلا ان انت جالك تريننج بيدياتريك في الدينري بتاعه لندن. لندن دي بيبقى فيها 7 أو 8 مستشفيات. المفروض ان انت خلال التريننج بتاعك بتلف عليهم كل 6 شهور او سنه، بتشتغل في مكان معين. المفروض ان المستشفى دي محتاجه ولنقل 4 أو 5 دكاتره يغطوا الست شهور اللي موجودين. الروتيشن ده بيتم من مارس لسبتمبر، يعني انت كل مارس او سبتمبر بتروح مكان جديد وتسيب المكان القديم اللي انت فيه. فانا المفروض من خلال مارس لسبتمبر عندي على الاقل ولنقل 10 دكاتره هم اللي بيغطوا الشغل بتاعي، ولكني انا بس جاي لي 5 أو 6 ترينيز جايين يشتغلوا ضمن التريننج بروجرام بتاعي. فانا محتاج 5 على الاقل تاني يغطوا المكان ده في الشغل عشان اقدر ان انا امشي الشغل بالطريقه المظبوطه. طيب انا بعمل ايه بقى؟ بكمل ال5 وظائف التانيين دول عن طريق النون تريني او السيرفيس جوب، حاجه شبه الطبيب الزائر كده ولكن مختلفه شويه. ليه انا ضربت المثال ده؟ لانك انت جوه القسم بيبقى معروف مين التريني ومين النون تريني، ولكن كله بيشتغل نفس الشغل تقريبا، مفيش فرق بين ده وبين ده. نفس عدد النبطشيات، نفس كل الشغل هو. الفرق انك انت خلال ال6 شهور دول هتخلص هتروح مستشفى تاني ضمن التريننج بتاعك، في حين هو يا اما لو على حسب العقد بتاعه، لو العقد بتاعه 6 شهور هيكمل، لو العقد بتاعه سنه هيكمل وممكن يمد. انت لما بتخلص ال6 شهور بتاعك بتبتدي في حاجات معينه ضمن الكوريكولم بتاعك بتبتدي تغطيها عشان تقول ان ال6 شهور دول انا اتعلمت كذا وكذا وكذا. لكن هو ما بيبقاش عنده الفكره دي، هو بس بيبقى شغال في مقابل ان هو ممكن يتعلم او ان هو يبقى ياخد البيمنت بتاعه. لكن كبروجريشن وايز مفيش بروجريشن وايز في مستوى السيرفيس جوب. طيب مفيش CCT طبعا، لانك انت ضمن السيرفيس جوب انت المفروض ان انت بتغطي الديفكت اللي حصل في القسم، لكن انت ما عندكش اي بورتفوليو، ما عندكش اديوكيشنال سوبرفايزر، انت مش ضمن بروجرام تريننج معين. هل انا ما اقدرش ابقى كونسلتنت من غير ما اكون
داخل جوه التريننج في باسواي تاني اسمه السيزر باسواي، وده ليه تفاصيل تانية. الناس اللي بتبقى شغاله سيرفيس جوب بتعمل الطريق ده. هو عباره عن ايه؟ ان انا بجيب البورتفوليو باسواي، بجيب البورتفوليو باسواي بتاع الترينيز، وهيبقى له فيديو لوحده عشان نشرح ايه هو السيزر باسواي. ولكن عشان ادي لك بسيط للموضوع، هو الناس بتجيب البورتفوليو باسواي اللي هو نفس الباسواي بتاع التريني، وانا بجيبه وابتدي اشتغل ادور على الحاجات اللي انا المفروض اعملها في الشغل، واخد عليها دوكيومنتيشنز عشان اقول ان انا عملت 1 2 3 4. وفي الاخر خالص بقدم كل الكلام ده للجي ام سي، والجي ام سي اللي هو جنرال ميديكال كونسل، او هي الجهه اللي مسؤوله عن تنظيم عمل الدكاتره. بتبص على كل الداتا اللي انت عملتها والدوكيومنتيشن اللي انت عملته، وتقول فعلا الراجل ده خلال فتره السيرفيس جوب بتاعته اللي هو اشتغلها ل 4 أو 5 سنين قدر يغطي كل البوينتس اللي احنا بنغطيها في التريننج، وبذلك احنا ممكن نديله ما يوازي ان هو يبقى كونسلتنت، او نديله البرميشن ان هو يشتغل از كونسلتنت. طيب هل في عيوب في التريننج؟ في عيوب في التريننج. اولا التريننج مشكلته ان هو كومبتيتيف، تنافسي جدا، فانت محتاج عشان تبقى قادر على انك كده تدخل التريننج انت محتاج تبني سي في كويس جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين، مشكله التريننج زي ما انا قلت ان انت كل 6 شهور في مستشفى، في دينرز او مديريات بتبقى كبيره جدا، فبتحتاج ان انت كل مره لما تنقل من مستشفى لمستشفى فانت محتاج تغير مكانك وتغير البيت بتاعك، ولو انت معاك اولاد بيبقى لازم تغير المدرسه، وده بيبقى عبء كبير جدا على الاهالي. في حين ان انت في السيرفيس جوب انت ممكن تقعد 6 شهور، سنه، سنتين، 3 سنين في نفس المكان، مفيش مشكله. وحتى لما تنقل من بعد ال3 سنين تروح مكان تاني انت ممكن تروح مستشفى قريبه، ما محتاجش ان انت تغير السكن بتاعك، فده برضو ميزه للسيرفيس جوب. طيب ايه مميزات تانية للسيرفيس جوب؟ ان انت في مشكله تريننج ان انت مرتبط بال6 شهور روتيشن اللي بتعملها في كل مستشفى، فانت ممكن تشتغل حاجات انت مش حاببها، زي مثلا تشتغل نيورو او ريسبيراتوري او نيونيت ضمن التريننج بروجرام بتاعك، في حين انك انت في السيرفيس جوب بتقرر تختار انت هتشتغل ايه. في ناس بتحب تشتغل اي سي يو، في ناس بتحب تشتغل نيونيتال، او في ناس بتحب تشتغل جنرال بيدياتريكس. على حسب انت حابب تشتغل ايه، بتدور على الوظيفه اللي انت عاوزها تقدر تشتغل عليها. طبعا الحاجه الثانيه ان انت ممكن تختار المستشفيات اللي انت تشتغل فيها، وده بيدي لك خبره قويه جدا. بعكس التريننج انت محتاج انك انت تلف على كل المستشفيات اللي موجوده. طيب هل انا دلوقتي لما اجي اقدم وده يمكن هي البوينت من الفيديو ده، او هي دي النصيحه الشخصيه، لما اجي اقدم على تريننج ولا اقدم على سيرفيس جوب؟ رايي الشخصي السيرفيس جوب كويس جدا بس لا بديل عن التريننج. لو انت هتقدر تعمل سيزر باسواي كويس جدا خش سيرفيس جوب، لو انت مش هتقدر فمفيش قدامك حل تاني غير انك انت تخش تريننج، لان دايما الالتيميت جول هو انك انت تبقى كونسلتنت في الشغلانه بتاعتك، او تبقى كونسلتنت في التخصص بتاعك. هل انت من الاشخاص اللي بتقدر تعرف ترتب نفسها وتعمل دوكيومنتيشنز كويسه جدا، وتقدر تسجل كل حاجه بتعملها، وتقدر تتعود على المكان وتعرف توصل للحاجات اللي انت عاوزها؟ يبقى اذا ممكن السيزر باسواي يبقى اوبشن بالنسبه لك. لكن انت شخص بتحب تبقى عارف الباسواي بتاعك، وتبقى عارف الكوريكولم، وتبقى عارف الاهداف اللي قدامك، وحد يقول لك تمشي على كذا وكذا، وصعب جدا ان انت تعمل ريسيرش لوحدك، فالتريننج طبعا بيكون الاوبشن الاحسن بالنسبه لك. هل انا اقدم على سيرفيس ولا اقدم على تريننج؟ زي ما انا قلت قبل كده مفيش حاجه اسمها ده او ده. انت المفروض وانت بتقرر ان انت بتسافر حاول تقدم على تريننج وانت بتدور على سيرفيس جوب، لان السيرفيس جوب موجوده باستمرار. انا كل فتره بلاقي اعلانات للاماكن اللي انا بكون شغال فيها، لان هم بيحبوا يكملوا الاعداد بتاعتهم، بعكس التريننج. فالتريننج بيبقى مره واحده في السنه بينفع تقدم فيها، فانت جهز السي في بتاعك واعمل حسابك انك انت هتقدم على التريننج في نفس الوقت اللي انت بتقدم فيه على السيرفيس جوب، وايهم هيجي الاول طبعا اختار. في ناس بتقول لك طب انا اجي سيرفيس الاول واخد خبره وبعد كده اخش تريننج. والله ده قرار كويس وفكره كويسه وحاجه ممتازه جدا، ولكن اعمل حسابك انك انت لو هتيجي على سيرفيس فلازم تبقى على الاقل اورينتد وعارف التريننج وعارف الريكويرمنت بتاعته، عشان ما تجيش هنا وتستك وتفضل قاعد في السيرفيس وتقعد تقول انا مش قادر ادخل تريننج. لازم تكون عارف ايه المطلوب منك وتعمله. ناس كتيره بتدخل سيرفيس وبتقعد سنه في الثانيه في الثالثه، وتيجي بعد فتره تقول لك انا مش قادر اعمل سيزر باسواي، انا حاسس نفسي تايه ومش قادر اخلص الريكويرمنت بتاعتي، انا هبتدي اقدم على تريننج. فتبتدي تجمع من اول وجديد وتشوف ايه الحاجات المطلوبه منها، لسبب بسيط جدا ان الناس كتير بتفتكر ان كونك شغال في يوكي از سيرفيس جوب هو ده طريقك للتريننج، وده مش حقيقي. هو ممكن يكون بيديك NHS اكسبيرينس، ده كلام مظبوط، ولكن في نفس الوقت خليك عارف انك انت لو مش عارف ايه المطلوب منك عشان تقدم على التريننج صدقني مش هتعرف توصل او تدخل تريننج. فكل اللي انت محتاجه تعرفه ان انا محتاج ايه بوينت محدده توصلني للتريننج وابتدي اشتغل عليها من دلوقتي حتى لو انا اجي سيرفيس جوب. وعشان تعرف ايه المطلوب منك في التريننج استناني في الفيديو اللي جاي. سلام.